طيب ابطال جريد 5 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا كده خلصنا كونسبت 1 وكونسبت 2 من يونت 1. النهارده هنكون بندخل على كونسبت 3. كونسبت 3 يا مستر بنتكلم على تشينج ان فود ويب. تشينج ان فود ويب، احنا عرفنا يعني ايه في كلمه فود ويب، هي كذا فود تشين متجمعين مع بعض فبيدينا فود ويب. هنتكلم فيها مستر النهارده، هنتكلم في ليسون 1. هنتكلم في ليسون 1. انا عندي صورتين يا مستر. ايه الفرق بين الصورتين؟ هنلاقي ان في الصوره الاولى دي يا مستر في جفاف، في جفاف. الصوره الثانيه هنا في بلوشن، هنا في دراي وهنا بلوشن مستر. طب الكلام ده بيجي منين مستر؟ بيجي بسبب حاجتين. بيجي بسبب حاجتين، يا اما لو يحصل كلايميتد تشينج اللي هو تغير في المناخ، مثلا ان الارض او في منطقه معينه تعرضت لمستر لفتره جفاف كبيره، يعني مفيش ميه في فتره كبيره، ما فيهاش ميه، فتلاقي الارض جفت، فده بسبب تشينج الكلايميت، تغيير المناخ. تاني حاجه البلوشن، تلوث. تالت حاجه مستر الهيومن اكتيفيتي. يعني ايه كلمه هيومن اكتيفيتي؟ النشاط اللي بيعملها الناس. يعني مثلا كنا في رحله بحريه، وانا بعد ما كان معايا حاجه باكلها مثلا ورميت الحاجه اللي في ايدي دي في البحر، ما ده كده اكتيفيتي انا عملته. فالهيومن اكتيفيتي ده مستر ده بيعمل تغيير للفود ويب. تاني حاجه مثلا وانا ماشي لقيت منطقه فيها زرع، فمثلا ممنوع مثلا ان انا امشي على المنطقه دي، فلقيت نفسي بمشي عليها، يبقى ده برضو اسمها هيومن اكتيفيتي، ده نشاط بعمله. هيومن اكتيفيتي هي الاكتيفيتي اللي بيعملها الانسان. فاول سؤال عندي يا مصر يقول لي الايكو سيستم، النظام البيئي، and الفود ويب. النظام البيئي والفود ويب يا مصر can be affected by human factor، سوري باي ميني فاكتورز. ايه الحاجات اللي بتاثر في الايكو سيستم والفود ويب؟ الفاكتورز اللي بتاثر في الايكو سيستم والفود ويب، اول حاجه كلايميت تشينج. كلايميت تشينج تغير المناخ، اتكلمنا عليها. تاني حاجه البلوشن، تلوث، ده كان اير بلوشن، ووتر بلوشن، سويل بلوشن، اي نوع من انواع البلوشن. واخر حاجه هيومن اكتيفيتي، الانشطه اللي بيعملها الانسان اللي اتكلمنا عليه. عندي سؤالين مهمين، وات هابن اف، ايه اللي هيحصل؟ اللي يحصل يا مستر لو البلانت disappeared، ما بقتش موجوده يا مستر. اصلا الكونسيومر بيعتمد على البلانت، فلو البلانت مش موجود الكونسيومر هيحصل له ايه؟ في حلين، يا اما يروح مكان تاني عشان يكون في بلانت، يا اما هيموت. يبقى وات هابن اللي يحصل؟ هقول لك الكونسيومر need to move to other place. الكونسيومر هيحصل له موف تو اذر بليس ليه يا مستر؟ عشان يدور على الفود. لو ما عملش كده الكونسيومر ده هيحصل له ضايع، ويوقع في الوات هابن تكتب ضايع على طول، هتنقص مش هيديك الدرجه. يبقى اللي يحصل لو البلانت حصل له ديسابير يا مستر، هتقول الكونسيومر هيموف تو انذر بليس او تو انذر ايكو سيستم تو سيرش فود. طيب تاني سؤال، وات هابن ذا نمبر اوف وان سبيشيز انكريز. مثلا يا مستر وان سبيشيز زي الرابت، احنا قلنا الرابت مثلا بياكل البلانت. لو عدد البلانت ده زاد بشكل كبير، ايه اللي يحصل يا مستر؟ هل الاكل هيكفيه؟ لا، الاكل مش هيعرف يكفيه، فالسورس اوف فود هيحصل له يا مستر؟ هيقل، والمكان اللي يعيشوا فيه برضه هيبقى يعني مش هيساع لكل السبيشيز. يبقى وات هابن لو في نمبر معين من السبيشيز حصل له انكريز، الفود ريسورسز، مصادر الاكل والشيلتر، المكان يا مستر، ممكن يحصل له ايه؟ ديسابير، يختفي، فبالتالي يحصل له ضايع. تعالى يا مستر نتكلم على البروتكتنج ايكو سيستم. بروتكتنج ايكو سيستم، ازاي نحافظ او نحمي النظام البيئي يا مستر؟ بيقول لك ان الهيومن اكتيفيتي، الانشطه اللي بيعملها الانسان، مثلا زي ان انا ارمي حاجه في البحر او في النهر او ايا كان، او ان انا اجيب مثلا، تلاقي في ناس مثلا بيجيبوا الحيوانات بتاعتهم يحموها في مكان المايه اللي احنا بنشرب بيه، او يغسل المواعين، فطبعا كل دي هيومن اكتيفيتي. فبيقول لك ان الهيومن اكتيفيتي ده بيأثر على المارين هابيتات. يعني ايه المارين هابيتات؟ اللي هو الموطن اللي هو اللي فيه بحر يعني. ازاي يا مستر؟ زي الاوفر فيشنج، ان الناس يا مستر تصطاد، بس تصطاد بشكل كبير، اللي هو كاتش ميني فيش ان وانت، يعني بيصطاد سمك كتير في مره واحده، فطب ده بنسميه اوفر فيشنج. الاوفر فيشنج ده بيدمر المارين ايكو سيستم او المارين هابيتات. تاني حاجه مستر ثروينج بلاستيك ان ذا ووتر، ان انت ترمي اي حاجه بلاستيك في الووتر، اللي هي البلوشن عامه،
فالحاجتين دولت اللي بيعملهم الانسان بيأثروا على المارين ايكو سيستم. ازاي بقى مستر بنحمي مستر المارين ايكو سيستم في جزيره اسمها بالو ايلاند؟ دي عباره عن جزيره مستر موجوده في البحر. ازاي بقى نحميها؟ اول حاجه مستر عشان نحمي الايلاند دي يا مستر لازم نعمل كنترولنج للهيومن اكتيفيتي، لازم نتحكم في النشاط اللي بيعملها الانسان. فلازم نبلغ الانسان اللي موجوده في الجزيره ممنوع ان انت ترمي حاجه في البحر، او ممنوع ان انت ترمي بلاستيك في الجزيره دي، ده بيأثر. تاني حاجه نقول لهم ممنوع ان انتوا تعملوا اوفر فيشنج، يبقى كنترولنج نتحكم في الهيومن اكتيفيتي and avoiding throwing waste in the ocean. وممنوع ان انتوا تكونوا بترموا فضلات بتاعتكم في كيس معاكم، كنتوا بتاكلوا حاجه بتشربوا حاجه فما ترموهاش في الاوشن، دي حاجه بتدمر. فازاي نعمل بروتكشن نحمي؟ اول حاجه اللي احنا نكنترول الهيومن اكتيفيتي، تاني حاجه الافويد نمنع ثرونج ويستس. تاني حاجه مستر الفيشر، الناس اللي بتصطاد مستر must not overfish the coral reefs، ممنوع ان هم يكونوا بيصطادوا بشكل اللي هو يصطادوا سمك كتير في مره واحده، يعني دي اللي هي الاوفر فيشنج، فيمنعوا الاوفر فيشنج. يبقى دي الحاجات عشان نحافظ على الايلاند تبقى نظيفه، اللي احنا نتحكم في الهيومن اكتيفيتي، اللي احنا نمنع اللي احنا نرمي الويستس بتاعتنا، ونقول للفيشر يا مستر اللي هم نوت اوفر فيش ذا كورال ريفز. دي شكل الايلاند اللي احنا بنتكلم عليه. How does ecosystem and can affected food webs؟ ازاي يا مستر الايكو سيستم بيتاثر بالفود ويب؟ اول حاجه يا مستر عندي 4 اسئله، ومن خلال الاسئله دي هعرف ارد عليك يا مستر. اول حاجه بقول لك وات هابن، ايه اللي هيحصل؟ there is gentle rain in desert. لو في الديزرت يا مستر جنتل رين يعني امطار قليله، دي حاجه هتحسن الديزرت ولا مش هتحسن الديزرت؟ طبعا the desert ecosystem may be improved. طبعا لما يكون في مطر يا مستر دي هيبقى ده بيعمل تحسين للديزرت. احنا بنشوف يا مستر ازاي الايكو سيستم كان افكت فود ويب. اول حاجه لو انا عندي جنتل رين، طب دي حاجه هتعمل improve ولا destroyed او harmed؟ لا طبعا دي حاجه هتعمل improved للديزرت. ليه يا مستر؟ because the rainwater will feed the plant، عشان الميه اللي نازله دي هتغذي البلانت، فالبلانت يقدر يكبر. طب يا مستر دي اول حاجه. تاني حاجه لو في هيفي رين قلنا الاول جنتل رين، فدي هتعمل امبروف، هيحسن الديزرت. لو في بقى هيفي رين لا دي هتعمل هارمد او ديسترويد. خلينا هارمد يا مستر، دي هتاثر بشكل سلبي على الديزرت. ازاي يا مستر؟ هتقول لي بيكوز هيفي رين will cause flooding. الهيفي رين يا مستر ده هيسبب فيضان، طبعا الفيضان دي من الكوارث اللي بتحصل. فطبعا الهيفي رين ده مستر ده بيعمل هارمد للديزرت في الايكو سيستم. ثالث سؤال there is drought، لو في جفاف ايه اللي هيحصل يا مستر؟ طبعا لو في جفاف ده هيعمل ديسترويت للفود ويب، نظام او الشبكه الغذائيه بتاعت مصر هيحصل لها هتتدمر ديسترويت. ليه يا مستر؟ لان البلانت هيموت، فبالتالي كل الاورجانيزمز هيموتوا، مفيش بلانت، مفيش كائنات حيه، مفيش اي حاجه، مفيش حياه. يبقى لو في دروت او دراوت اللي هو الجفاف يا مستر، فده بيعمل ديسترويت للايكو سيستم او بيدمر يعني الايكو سيستم. ليه يا مستر؟ عشان البلانت هيموت، ما هو مفيش ووتر، فبالتالي الاورجانيزمز برضو هيحصل لهم ضاي. اخر سؤال there are many top predator. مين هم التوب بريدتور؟ الناس اللي هي الحيوانات المفترسه زي اللاين والتايجر والحاجات دي. مستر لو في many توب بريدتور دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طبعا دي حاجه بتعمل هارمد للفود ويب. يبقى الفود ويب may be harmed. ليه يا مستر؟ لان التوب بريدتور will eat all organisms، هياكلوا كل الحيوانات، فانا كده دمرت الفود ويب بتاعي. وانا عندي 4 اسئله، الاربع اسئله دولت بيقولوا لي هل الفود ويب هيتحسن ولا هيتدمر. هقولهم بسرعه تاني. اول حاجه لو في جنتل رين ده هيعمل improved للايكو سيستم. طب لو في هيفي رين لا ده يعمل هارمد للايكو سيستم، هيدمر الايكو سيستم. لو في دروت او دراوت جفاف يا مستر ده يعمل ديسترويد للايكو سيستم، هيدمر الايكو سيستم. ولو في ميني توب بريدتور كتير ده برضو بيعمل هارمد للايكو سيستم، عشان التوب بريدتور هياكلوا كل الاورجانيزمز، كل الحيوانات. مين هم التوب بريدتور؟ هم البريدتور اللي موجودين في التوب
فود ويب او فود تشين. يعني اللي موجود في التوب فود تشين ده مثلا اللي بسميه توب بريدتور. زي مين يا مستر؟ زي اللاين والدايكر والشارك. يبقى مين هم التوب بريدتور؟ هم عباره عن بريدتورز اكزيست موجودين في التوب اوف فود تشين، في التوب اوف فود تشين زي اللاين التايجر والشارك. مستر انا عندي الفود ويب ده موجود في عشان يبان كل مستر موجود في الووتر. انا عندي الالجي اللي هو الطحالب. مين اللي بيتغذى على الالجي يا مستر الطحالب؟ زو بلانكتون وكليم وسي يورتشن، اوكي، اللي هو قنفذ البحر مثلا. يبقى الالجي ده اللي بسميه من الحصه اللي فاتت، سوري من الكونسبت اللي فاتت، اللي بنسميه بروديوسر. طب اللي بياكلوا البروديوسر بنسميه يا مستر كونسيومر، اللي هو فيرست كونسيومر. طب مين اللي بياكل يا مستر كليم يا مستر؟ السي ستار. مين اللي بياكل السي ستار؟ الشارك. طب تعالى نشوف فود تشين تاني. انا عندي الالجي بيتاكل من خلال الزوبلانكتون. مين اللي بياكل الزوبلانكتون؟ الكورال. مين اللي بياكل الكورال؟ الباتر فلاي فيش. كل دي حاجات لازم نحفظ. مين اللي بياكل الباتر فلاي فيش؟ الشارك. طب الالجي مين بياكل الالجي تاني؟ السي يورتشن اللي هو قنفذ البحر. مين بياكل يا مستر؟ الباروت فيش. طيب مين بياكل الباروت فيش؟ الشارك على طول، وهكذا. دي عباره عن فود ويب مجمعه كذا فود تشين موجوده في الووتر، في الايكو سيستم او المارين ايكو سيستم. الالج ده مصر اللي بسميه بروديوسر عشان هو اللي بيعمل الفود بتاعه. طيب مين اللي بياكل الالجي؟ الزوبلانكتون والكلينز والسي ريتشن اللي هو قنفذ البحر. بيتغذوا على الالجي اللي هي الطحالب. طيب بعد كده السي ستار اللي هو نجم البحر. السي ستار ده بياكل الكليم. السي ستار ده بياكل الكليم، لازم احفظها، دي لازم تتحفظ عشان بيسالني عليه. والكورال فيدز اون ذا زوبلانكتون. يبقى السي ستار بياكل الكليم والكورال ده بياكل الزوبلانكتون. بعد كده اللي بيحصل عندي الباتر فلاي فيش والتايجر فيش بياكلوا الكورال. الباتر فلاي فيش والتايجر فيش ده بياكلوا الكورال. طيب والباروت فيش يا مستر ده بياكل الكورال والسي ريتشن، اوكي. بعد كده الشارك بقى بياكل كل الفيش اللي هو السي ستار والثري ديفرنت فيش. مين هم الثري ديفرنت فيش؟ اللي هو الباتر فلاي فيش والتايجر فيش والباروت فيش والباروت فيش. يبقى الشارك بياكل ايه؟ 3 انواع من الفيش اللي احنا قلناهم، الباتر فلاي والتايجر والباروت. وبياكل كمان ايه يا مستر؟ الستار. وبياكل الستار فيش. كده نكون خلصنا ليسون 1 من كونسبت 3. ان شاء الله المره دي الجايه نكون بنكمل باقي كونسبت 3. اول ما نخلص كونسبت 3 يبقى احنا كده خلصنا نص المنهج. ربنا معاكم، واتمنى ان انتوا تكونوا بتذاكروا. لو في اي سؤال ما عرفتوش ابعتوا لي على طول مسج، انا اكون معاكم وبجاوب عليكم. ودايما افتكروا ان الساينس از فun for everyone. سلام.